أنا كنت متجوز ومراتي ماتت بعد 10 سنين، وكان عندي بناتي صغيرين. تزوجت واحدة مش بتخلف، سنها أكبر مني ب5 سنين، لكنها أساءت معاملة بناتي جدا فطردتها، ومن يومها جات لي أمراض كتير وحصل عندي تعب. هل ممكن تكون عملت لي عمل أو سحر؟ من فضلك يا أبونا تفيدني. هو كل شيء جايز طبعا، بس جايز تكون انت طردتها وهي بناتك كانوا بيوقعوا بينك وبينها، يعني مش ممكن؟ يعني هل انت بالتأكيد شفت انها كانت بتعمل بناتك وحش؟ عموما اللي حصل حصل، ويمكن ده جه بالصدفة ان انت عيد بعد ما هي مشيت. كل اللي تعمله انك تقرب من ربنا وتقول له يا رب اذا كنت عملت اي خطية سواء في حقها او في حق حد تاني اغفر لي، وانا متأكد ان ربنا يغفر لك حبيبي، لان يسوع بيقبل التايبين، وانت لو تبت ربنا هيقبلك تاني ولا كأن في اي حاجة. ربنا يكون معاك ويساعدك ويسندك ويكمل جهادك على خير. انا عمري 14 سنة وبدأت علاقة مع ربنا، لكن عندي افكار كتيرة بتشككني في صلاتي وان ربنا قابلني. هل هي حرب ام ايه؟ اعمل ايه؟ طبعا حبيبي دي حرب، وحرب جامدة جدا، والحرب دي بتيجي على كل الناس. لدام عندك علاقة مع ربنا اطمن، لدام بتعترف وتتناول اطمن، لدام بتصلي وبتحب ربنا قوي من كل قلبك اطمن. ربنا قابلك؟ طبعا قابلك، ده بيتلكك عشان انت تخش السماء، ده ربنا خلقك مخصوص عشان تبقى في حضنه. اوعى تضيع الفرصة دي، فرصتك يا حبيبي. اثبت في ربنا جامد وخليك قوي وانتصر على الشيطان اللي هو بيقعد يحط افكار. الافكار مش هتقف على فكرة، انت فاكر في يوم من الايام افكار هتقف؟ واحد من القديسين قال لا اسمح ان الطيور تطير فوق رأسي، لكني لا اسمح لها ان تعشش في رأسي. الطيور دي اللي هي الافكار رايحة جاية، والشيطان عمال يرمي افكار افكار افكار، لكن مش هسمح للافكار دي انها تعشش في رأسي وصدقها، لا. فانت ربنا قبلك وبيحبك قوي ونفسه ان انت تبقى معاه. فرح قلب يسوع يا حبيبي وخليك معاه وما يهمكش من اي حاجة. يعني ايه اجعلوا لكم مال من اصدقاء الظلم؟ اي حاجة في العالم ده ظلم. ظلم يعني ايه؟ كلمة ظلم يعني مش بتاعي. كل اللي عندي ده مش بتاعي. صحتي يسوع مدهاني، فلوسي يسوع مدهاني، اي حاجة عندي يسوع مدهاني، استعملها لحساب ربنا بحيث لما اطلع السماء الاقيها. يعني انا عندي فلوس رحت اديتها للفقراء والمساكين وبدي على طول للفقراء واخد بالي منهم، هيحصل ايه؟ انا كده بعمل حساب في السماء ليا، فلما هطلع السماء هلاقي مال الظلم اللي هو مش بتاعي ده مستنيني فوق. فعشان كده ربنا قال اجعلوا لكم اصدقاء من مال الظلم، مش اجعلوا لكم مال من اصدقاء الظلم، لا، الصح اجعلوا لكم اصدقاء من مال الظلم. ايه هم الصداقة؟ صداقة السمائيين، الملائكة، الصداقة اللي هتبقى ليك في السماء، هم دول الاصدقاء. والمال الظلم ده المال اللي انت بتاخده اللي عندك كله. فاي حاجة تملكها هي مش بتاعتك، وبالتالي تعتبر مال ظلم.